السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا بك يا صديقي. في الفيديو للدرس الأول ليك في الباب الرابع عندك. احنا اسفين، احنا مش منتظمين جدا في التصوير، يعني بنصور درس وخمسة لا، بس ان شاء الله ان شاء الله من أول النهاردة هنصور لك درس من أول الباب الرابع لحد ما نخلص منهجك ان شاء الله في المراجعات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هننتظم يعني، لأن بس في مشاكل في القناة عندنا، فممكن ننقل لقناة تانية، نعمل قناة تانية وننزل عليها، او ممكن نكمل على القناه دي، بس لسه بنشوف شويه مشاكل قابلتنا في القناه. الدرس بتاع الوحده الرابعه عموما يا صديقي اسمها المتغير العشوائي او المتغيرات العشوائيه. قبل ما اقول لك يعني ايه متغيرات عشوائيه، تعال افكرك بحاجه كده. كنت بتاخد وانت في اعدادي قوس عامل كده، وكنت بتاخد قوس عامل كده. ايه الفرق بين القوس ده والقوس ده؟ اول حاجه ان القوس ده كنت باجي اقول لك لو القوس ده فيه 3 و4 و5، كان القوس ده ليه شويه شروط. اول شرط ان كل العناصر اللي فيه انا شايفها بعيني، يعني كل العناصر اللي موجوده في القوس دي انا شايفها، مفيش حاجه اسمها عنصر بينهم انا مش شايفه. يعني لو كنت جبت لك 3 و5 بس يبقى القوس ده بيحتوي على 3 و5، ما تقوليش والله اصلا بينهم 4، لا. العناصر ده هو القوس ده بيبقى اسمه قوس عناصره يمكن حصرها، يعني انا اقدر اعمل حصر للعناصر اللي جوه، فاقدر اكون شايفها بعيني. عكس من شروط برضو القوس ده ان ما ينفعش اكرر جواه اي ارقام، وده انت خدته في الباب اللي فات، المفروض ايا كنت بتاخد مع مدرس مين، فده المفروض انت خدته في الباب اللي فات. طيب القوس ده بقى كان قوس اسمه ايه؟ كان ده اسمه والله العظيم قوس فتره. قوس الفتره ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره ان بنكتب من اصغر رقم لاكبر رقم. فانت هنا لو جيت قلت لك ايه العناصر اللي موجوده هنا، هتقول لي 3 و5، انما هنا اللي ما بين الثلاثه والخمسه هتقول لي ايوه. يعني القوس ده معناه كده ان في 3 و4 و5، قلت لك لا، ده القوس ده فيه عناصر لا نهائيه. ازاي لا نهائيه؟ هو في حاجه بين الثلاثه والخمسه غير اربعه؟ ده في 3 1 من 10، 3 و2 من 10، 3 و3 من 10، 3 و1 من 1000، 3 وخشرمية، بص وكسور، في ارقام هنا عدد لا نهائي. فعشان كده بقول له ده لا يمكن حصره. عشان كده ده بقول له القوس ده لا يمكن حصره. ليه؟ لان في عناصر لا نهائيه ما بينهم. طب القوس ده يمكن حصره عادي. فده الفرق بين ده وده، هو ده نفس الفرق بين المتقطع والمتصل. المتغير العشوائي عموما هو ايه؟ قال لك والله العظيم المتغير العشوائي هو داله في س. يعني ايه داله؟ يعني كان بيجي لك كده، كان بيجي لك حاجه كده انت خدتها السنه اللي فاتت، كان يقول لك د س بيساوي مثلا 3 س زائد 5. دي اسمها داله. كنا بنتاكد منين ان هي داله؟ لو عوضت عن السين باي رقم الناتج يبقى رقم واحد، ما دي اسمها الصاد ودي اسمها السين. طب اتاكد منين ان هي داله؟ عندما كل صاد تساوي س واحده، يعني كل قيمه لس تدي لي قيمه واحده لصاد. هو في قيمه لس ممكن تدي لك اكتر من قيمه لصاد؟ لو جيت قلت لك مثلا داله السين بتساوي س تربيع، فلو جيت قلت لك انا عايز السين هنا، قلت لك مثلا عوضت عن السين ب 2، فيبقى داله السين بيساوي 2 تربيع اللي هي 4. طب لو جيت قلت لك العكس، داله السين بيساوي جذر س تربيع. جذر س تربيع دي هتطلع لي ايه؟ جذر س تربيع دي هتطلع لي موجب او سالب رقم، فلو عوضت عن السين ب 2 هيبقى 4، جذر الاربعه هتبقى موجب او سالب 2. تمام؟ فما علينا، مش شرط، هي مش هيجي لك انت، دي حاجه انت المفروض ما تفهمهاش، يعني انا مش عارف انا شرحت لك ليه، بس هي دي شكل الداله. كان يجي يقول لك مثلا دي الداله، فهات لي دال الصفر، داله الصفر، فاقول له والله العظيم داله الصفر يعني شيل كل س وحط مكانها صفر، شيل كل س وحط مكانها صفر، فاقول له 3 في صفر زائد 5، 5 حطيتها زي ما هي، التلاتة في صفر بصفر، يبقى دالة الصفر يا عم ماجد طلعت لي بيساوي 5. ما فهمتش؟ تعالى، دالة الواحد يعني ايه؟ يعني شيل كل س وحط مكانها واحد، شيل السين وحط واحد، يبقى 3 في شيل السين وحطيت واحد في واحد زائد 5، 3 في 1 ب 3 زائد 5 تدي لي 8. ده معنى الدالة. طب لو كان جه قال لي كده دالة السين بيساوي 7، دي كنا بنقول عليها دالة ثابتة. ثابتة ليه؟ عوض عن السين بصفر، مفيش حتة عوض فيها أصلا، دي هي بسبعة. عوض عن السين بواحد، 7، يبقى لو عوضت عن السين بأي رقم الدالة هتدي لي 7 زي ما هي. دي معلومات اللي أنت تكون فاهمها قبل ما نبدأ الوحدة هتفيدك إن شاء الله. فتعريف المتغير العشوائي في العموم هو دالة في س مجالها ف، يبقى المجال اللي هو ف اللي هو ايه، انا خدته الباب اللي فات، ف ده اللي هو فضاء العينه اللي هي كل العناصر او كل النواتج اللي ممكن تطلع، يبقى ده اللي مجالها ف، اللي هي فضاء العينة لأي تجربة عشوائية ومداها مجموعة جزئية من ح دي اللي هي الأعداد الحقيقية اللي هي كل الأعداد اللي في الدنيا، يعني مداها مجموعة من الأرقام، حيث س
الى ف تنتمي لح او موجوده في ح يعني. ما علينا. قال لك مقسومه لاثنين، لمتقطع ومتصل. احنا النهارده هناخد المتقطع. ايه الفرق بين المتقطع والمتصل؟ المتقطع قال لك ما ده يمكن حصره، زي قوس المجموع اللي كنت كاتبه لك هنا من شويه، اللي قلت لك انا عناصر كلها انا شايفها قدام عيني، حاجات اعرف اعدها، حاجات انا وانت نعرف نعدها. طب المتصل ما ده لا يمكن حصره. هناخد النهارده المتقطع. المتغير المتقطع هو تعريفه هو المتغير العشوائي الذي مداه مجموعه منتهيه. يعني ايه مجموعه منتهيه؟ اللي انا كنت كاتبها لك دي، اللي انا كنت كاتبها لك دي اسمها مجموعه او مجموعه منتهيه، انما الثانيه اسمها فتره من الاعداد الحقيقيه اللي هي ح. فهو ده تعريف المتغير المتقطع. زي ايه مثلا؟ زي يقول لك عدد الاسهم المخصصه لافراد شركه. لو جيت لي واحد مثلا عنده فاتح شركه وانت داخل معاه باسهم، او صاحبك داخل معاه باسهم، قلت لي قول لي كده هو داخل معاك بكام سهم، يعرف يعد الاسهم اللي هو داخل فيها؟ مفيش اي مشكله. مثلا عدد الحوادث على احدى الطرق، لو جيت قلت لك مثلا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي مثلا، وجيت قلت لك والله العظيم عايزين نعرف الحوادث في الشهر اللي فات، تقول لي انا هعرف منين يا ماجد؟ ثواني، انا مش هعرف الحوادث الاشهر اللي فاتت. قلت لك لا، ما بيبقى في علماء طرق وكلام من ده، وبيبقى في عند النجده وكلام من ده، فتقدر من البيانات اللي عند الشرطه او غيره تعرف كل الحوادث اللي حصلت على مدار الشهر، او عن طريق الرادارات على مدار الشهر على الطريق ده. فاقدر اعمل احصاء لكل عدد الحوادث، اقدر اقول لك حدث حادثه يوم كذا كذا، حادثه يوم كذا كذا، الحوادث المسجله كلها. طب عدد طلاب فصل، لو قلت لك قوم عد الفصل، هتعدهم عادي، تعرف تعمل حصر ليه، مفيش مشكله. طب عدد مكالمات تليفون خلال اسبوع، تقدر برضو تروح لشركه التليفون وتجيب منها بيان مكالمات وتعرف عدد المكالمات خلال اسبوع، وتعرف هي لمين كمان. تمام. كل الهري ده مقالي، يعني كل الهري اللي فات ده انساه، ده يا دوبك تعرفه بس تكون قارئه، عشان لو جه يسالك عليه مثلا مقالي، او جه يسالك عليه مثلا في سؤال في اختيارات. انما هو ده الدرس بتاعنا. خلاصه الدرس الجدول ده وكام القانون دول، واعمل الجدول ده يخدمه على الكام قانون دول. تعال ندرس ده بقى بيهري في ايه. بص يا عم، اول حاجه الجدول ده بيبقى مكون من حاجتين، حاجه اسمها س ر وحاجه اسمها داله السين ر. طب س ر دي عباره عن ايه؟ س ر ديت هي عباره عن المدى. المدى اللي هو ايه؟ اللي هو عدد عناصر فضاء العينه. المدى هو عدد عناصر فضاء العينه. اللي هو مثلا هيجي يقول لي والله العظيم المجموعه كذا 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 كذا، 1 و2 و3 و4، يبقى المدى هو 1 و2 و3 و4. طب داله السين ر دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاحتمالات. طب بجيب دي ازاي وبجيب دي ازاي؟ بص، المدى في الغالب بيديهولك، لو ما اداهولكش بيديك حاجه معلومه تجيب المدى منها ازاي، هنقول لك دلوقتي. طب داله السين ر، داله السين ر دي ليها شروط. اول حاجه هي اسمها مجموع الاحتمالات، اسمها مجموع الاحتمالات. طب مجموع احتمالات اي حاجه في الدنيا بكام؟ بواحد. يبقى دايما الصف اللي تحت ده اهو لازم الناتج او المجموع بتاعه بيساوي واحد. ده شرط اساسي. يعني لو جاب لي شويه حاجات هنا وفي رقم مش عارفه او في رقم غير معلوم، يبقى اروح اسويهم بالواحد واجيب الرقم الغير معلوم. ازاي؟ برضه هقول لك دلوقتي. ده اول خاصيه فيه. تاني حاجه كل الحاجات اللي هنا لازم تبقى ارقام موجبه. ليه؟ لان انا قلت لك دي احتمالات، اللي بيبقى موجود تحت اللي هي داله السين ر دي بتبقى احتمالات، فما فيش احتمال بالسالب. ينفع اقول لك احتمال ان انا ما انجحش مثلا سالب واحد؟ مفيش احتمال بالسالب. اقل احتمال اللي هو الاحتمال المستحيل صفر. طب واكبر احتمال هو الواحد، فالاحتمال ما بين الصفر والواحد. طب في احتمال سالب؟ لا. وما ينفعش كمان يبقى صفر، ما ينفعش يبقى صفر، لازم يبقى رقم موجب. اول شرط من شروط الجدول ده ان هو قيم الاحتمالات تكون موجبه. تاني شرط مجموع جميع الاحتمالات بتساوي واحد. طيب الجدول ده هعمل بيه ايه؟ هو الجدول ده في الطبيعي بيديهولك، ما اداهولكش بيديك بيانات تجيبها منه او تكونها منه، بس ده الجدول الاساسي اللي في الغالب بيديهولك في المساله. الجدول ده بيجي من الاخر يسالك على اربع حاجات. بيجي يقول لك انا عايز اجيب الوسط الحسابي اللي هو اسمه المتوقع اللي هو اسمه الوسيط، ورمزه رمز الام ده اللي هي الميو. تاني معلش، اول حاجه بيجي يسالك عليها واللي في 90% حتى لو ما سالكش عليها هتجيبها لان هي بتخدم على بقيه القوانين، حاجه اسمها الوسط الحسابي. هو اسمه المتوقع. لو جه قال لك انا عايز المتوقع، هو اسمه الوسيط. اللي انا كنت بقول عليها او رمزها اسمها الميو. الميو دي اللي هي ازاي؟ علامه ام كده، دي اللي هو اسمها الميو. دي علامه اللي هو الوسط الحسابي اللي هو المتوقع اللي هو الوسيط. شاطر. ده قانونه ايه؟ هفهمك دلوقتي قانون كل حاجه. تاني حاجه بيجي يقولها لك انا عايز التباين اللي هي عباره عن سيجما تربيع. دي علامه السيجما اسمها سيجما، ودي سيجما تربيع. هي عباره عن سيجما تربيع. ازاي؟ هنقول لك برضو تجيبها ازاي من الجدول. تالت حاجه عايز ايه؟ يقول لك ممكن يجيبها الانحراف المعياري، رمزه ايه؟ سيجما. دي كانت سيجما تربيع ودي كانت سيجما، يبقى هو عباره عن جذر التباين. ما انا لو قلت لك اكس تربيع وانا عايز اكس، الاكس دي عباره عن ايه؟ عن جذر الاكس تربيع. فهو كان دي
التباين كان سيجما تربيع، انا عزت السيجما بس، يبقى جذر التباين. كلام جميل. اخر حاجه معامل الاختلاف، ودي بتبقى نسبه مئويه، بتبقى سيجما على ميو في المية. يعني ايه؟ يعني الانحراف على الميو في المية. تمام. تعالى بقى نفهم كل حاجه. اول حاجه، انا معروف من الباب الاولاني ان انا اي جدول بعمله لغرض واحد بس، ان انا اجيب بيه من المعطيات اللي هحتاجها في القوانين. طب تعالى نقرا القوانين ونشوف هنحتاج منهم ايه. اول حاجه الميو بتساوي ايه؟ قال لك مجموع س ر مضروبه في داله الس ر. يعني مجموع الس ر مضروب في داله الس ر. دي اول حاجه. يبقى انا اول حاجه محتاجها عشان اجيب الميو اللي هي محتاجها في باقي القوانين، مجموع السين ر مضروب في داله السين ر. اضرب الاثنين في بعض وبعدين اجمعهم. يعني مش هجمع دي واجمع دي واضرب المجموعين في بعض، لا، هضرب السين ر، كل عنصر من السين ر في كل عنصر في داله السين ر، وبعدها اجيب مجموعه. تمام. ده قانون الميو، قانون سهل جدا، وهنعرفك ازاي برضو من الجدول. التباين اللي هي السيجما تربيع مجموع السين ر تربيع. يعني ايه؟ يعني اربع عناصر السين ر. يعني السين ر لو هنا بواحد، قصادها داله السين ر مثلا بنص مثلا، فهو عباره عن ايه؟ مجموع السين ر تربيع، السين ر تربيع اللي هو الواحد تربيع بواحد، مضروبه في داله السين ر اللي هي نص، فيبقى واحد في نص بنص، ناقص الميو تربيع. الميو اللي انت هتطلعها دي، مش انا قلت لك الميو ده هتخدم على كل القوانين؟ الميو اللي انا هطلعها دي هربعها، اجيب مجموع س ر تربيع في داله السين ر ناقص الميو تربيع. طيب، ودي كان اسمها السيجما تربيع. طب الانحراف المعياري اللي هي السيجما بس، قلت لك جذر اللي هيطلع لك ده جذر التباين. يبقى انت لو جيت تشوف كده، بص يا ماجد، بص الميو، التباين عشان اجيبه لازم أنا اكون جبت الميو، الانحراف المعياري عشان اجيبه لازم أنا اكون جبت التباين اللي لازم يكون فيه الميو. طب معامل الاختلاف لازم يبقى فيه التباين، الانحراف المعياري والميو. يبقى هو لو جه قال لي معامل الاختلاف، انا عايز معامل الاختلاف بس، هروح اجيب كل القوانين. تمام، هحتاج كل القوانين عشان اجيب له معامل الاختلاف. طيب، الانحراف المعياري قلنا ان هو جذر التباين. طب معامل الاختلاف هي السيجما اللي هي الانحراف المعياري على الميو، مش الميو تربيع، على الميو بس، مضروبه في المية اللي هي هتطلع معايا نسبه مئويه. كلام جميل. يبقى انا كده اول حاجه، كل حاجه في القانون موجوده وجميله. الحاجتين اللي انا هحتاجهم في القانون، السين ر مضروبه في داله السين ر، والسين ر تربيع مضروبه في داله السين ر تربيع. في حاجه ثانيه انا محتاجها غير دول؟ بص كده، الميو ما هي اهي، ما هي اللي انا هجيبها دلوقتي. طيب التباين وهو ده، فانا مش محتاج اي حاجه ثانيه عشان اجيب القوانين دي كلها غير السين ر في داله السين ر، والسين ر تربيع في داله السين ر تربيع، في داله السين ر بس، مفيش تربيع. فانا بروح اعمل جدول. الجدول ده مكون من اربع خانات بساط جدا. اول خانتين هما الخانتين اللي هنا، اللي هي السين ر وداله السين ر. طب الخانه الثالثه، انا عايز اول حاجه السين ر في داله السين ر، يبقى الخانه الثالثه هتبقى السين ر في داله السين ر عشان اجيب منها الميو. طب تمام، جبنا الميو خلاص، عملنا خانه اللي بتاعت لقانون الميو. تاني حاجه التباين انا محتاجها عشان ايه؟ س ر تربيع في داله السين ر. فانا عشان اجيب التباين محتاج خانه السين ر تربيع في داله السين ر. اظن فهمت، وهتفهم اكتر واحنا بنحل دلوقتي. قبل ما اخش معاك واحل امثله على طول، هنقول لك على بعض الحاجات على الخاصيه ده اهي، بيجي يشتغلك عليها، اللي هي مجموع جميع الاحتمالات اللي هي تحت هنا بيساوي واحد. بيجي يلعب على النقطه دي كتير بطرق معينه. هنديك كام مثال تعرف تطلعها منهم بدماغك، ومثال لما يكون جايب لك بيانات بس ومحتاجك انت اللي تكون الجدول، هعمل ايه؟ هنديك الامثله اللي معروفه يعني واللي بيلعب عليها، وبعدين نخش نحل امثله كامله على بعضها. يلا يلا يا عم، نمسح السبوره ونجيلك. نيجي لثلاث افكار عندك صغيرين كده، مش مسائل كامله، بس الافكار مثلا اللي بيبقى فيها حته في السؤال رخمه شويه. خلي السؤال ده نحله اخر حاجه ونعلمك فيه كل حاجه اخر حاجه. تعالى السؤالين دول الاول. قبل ما نخش فيهم تعالى افكرك بحاجه كده. كنت بتاخد وانت صغير في الاعدادي لو معايا س زائد س زائد 2 س بيساوي مثلا 4، كنت بقول له انا بجمع كل الحدود المتشابهه، فس وس 2 س 2 س و2 س يبقى 4 س بيساوي 4. يبقى عايز اجيب السين بقسم على 4 هنا و4 هنا، فالسين هتطلع بواحد. مثال تاني، مثلا لو كنت جيت قلت لك مثلا 2 ص زائد 5 ص زائد 4 بيساوي صفر. انا عايز اجيب الصاد، خلي الارقام في ناحيه والرموز في ناحيه. الرموز فين؟ 2 ص زائد 5 ص اجمعهم، 2 ص و5 ص اللي هي 7 ص بيساوي الاربعه هتروح بعكس الاشاره يبقى سالب 4،
يبقى 7 ص بيساوي -4. عايز اتخلص من اللي جنب الصاد اقسم عليه، يبقى اقسم هنا على 7، 7 طارت، واقسم هنا على 7 يبقى الصاد ب-4 على 7. فهنا بقى بيجي يلعب لك على ايه في الامتحان؟ بيجي يقول لك والله العظيم ده الجدول بتاع المتغير العشوائي وانا محتاج الميو وكل الكلام الجميل ده. فانت تيجي تبص تلاقي فوق ارقام مفيش مشكله، طب تحت جايب لي رموز. ثواني يا اسطى، يا اسطى انا مش قايل لك يا اسطى ان اللي تحت ده مجموع اللي فيه دايما بيساوي 1؟ مجموع الاحتمالات اللي تحت بيساوي 1. ايوه، ما تاخدهم تروح تساويهم بالواحد وهتجيب الرمز. يعني هي معايا كام رمز مجهول؟ رمز واحد اللي هو الميم، فانا عايز اجيبه، خد دول كلهم ساويهم بالواحد. فهو يا عم انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعدها اهو، ادي 4 ميم زائد ميم زائد 2 من 10 زائد 3 ميم، كل ده بيساوي 1. طب حفظنا اهو لسه من شويه، ودي الرموز في ناحيه والارقام في ناحيه، خلي الرموز هنا لوحدها، 4 ميم وميم 5 ميم، 5 ميم و3 ميم يبقى 8 ميم، 8 ميم بيساوي، ودي ال 2 من 10 الناحيه الثانيه، 2 من 10 تروح للناحيه الثانيه بسالب 2 من 10، يبقى 1 ناقص 2 من 10، يبقى 8 ميم بيساوي 1 ناقص 2 من 10 اللي هي هتطلع معاك على الاله الحاسبه 8 من 10. روح اعمل انت على الاله الحاسبه مالكش دعوه بيا، فاقسم هنا على ال 8 وهنا على ال 8 يبقى الميم بيساوي كام؟ الميم بيساوي 1 من 10. دي الميم، خلي بالك انت جبت الميم، فاروح اعوض على كل حاجه، اروح اعوض مكانها في كل حته. دي 4 ميم يعني عباره عن 4 في 1 من 10. دي ميم واحده يعني عباره عن 1 من 10، ما انا هشيل كل ميم واحط 1 من 10 اللي انا جبته اهو بقى. ودي 2 من 10 سيبها زي ما هي. دي 3 ميم يعني عباره عن 3 في 1 من 10، اللي هي اكتب الارقام النهائيه بتاعتهم كده. يبقى كده الاربعه في 1 من 10 يبقى 4 من 10. 1 من 10 بس خليه زي ما هو، 2 من 10 اهي، 3 في 1 من 10 اللي هي 3 من 10. عايز اتاكد ان انا صح هجمع دول كلهم لازم يطلع واحد. 4 و1 5 من 10، 5 من 10 و2 من 10 7 من 10، 7 من 10 3 من 10 10 من 10 اللي هي 1. فكل دول طلعوا لي واحد، يبقى انا كده صح مفيش مشكله. فايه اللي انا بعمله؟ ان انا عارف ان مجموع الصف اللي تحت ده بيساوي واحد، فجاب لي فيه رموز، خد الرموز كلها روح سواها بالواحد، ومعاك معادله في مجهول واحد طلعها. تمام؟ ما تعرفش تطلعها بتتكتب على الاله الحاسبه وبتطلع، بس انا مش هعرف اشرح لك على الاله الحاسبه قدامي هنا. فخش هتلاقي مدرسين افاضل كتير شارحين طرق الاله الحاسبه على اليوتيوب، شوف عندهم. يجي هنا مثلا فكره ثانيه بيقول لك اوجد كاف. خلي بالك من نقطه ثانيه، لو جيت قلت لك س تربيع زائد س زائد 2 س زائد س تربيع، ما تجيش تقول لي س تربيع زائد س يبقى 2 س 2 س و2 س 4 س 4 س وس تربيع يبقى 5 س. لا، الس تربيع حاجه والسين حاجه، ما ينفعش اجمع س تربيع وس. هو انا ينفع اجمع؟ ما الس تربيع دي مثلا لو الس طلعت ب2، الس تربيع دي عباره عن 4 والسين طلعت ب2، فانا ينفع اقول لك 2 هيها الاثنين فاجمعهم مع بعض؟ لا، فالسين تربيع حاجه والسين بس حاجه. فبنجمع ايه؟ هنجمع السينات تربيع مع بعض. دي س تربيع ودي س تربيع هيبقى معايا 2 س تربيع زائد دي س ودي س ودي س ودي 2 س هيبقى معايا 3 س. فانا بجمع كل حاجه مع اللي شبهها، الس تربيع مش شبه السين. فتعالى نشوف هنا كده، بيقول لك ده جدول متغير عشوائي، يبقى انا عارف ان مجموع اللي تحت دول بواحد من قبل ما اشتغل فيه اهو. بيقول لك السين ر بصفر واحد واثنين وثلاثة، وده السين ر بتلاتة على 2 كاف تربيع وتلت كاف و2 على 3 كاف ونص كاف تربيع. انا عايز قيمه كاف. والله انا مش عارف حاجه يا ماجد، انا كل اللي عارفه ان اللي تحت دول بيساوي الواحد، اخدهم اساويهم واجرب. ف3 على 2 كاف تربيع زائد تلت كاف زائد 2 على 3 كاف زائد نص كاف تربيع، كل ده بيساوي الواحد. انا عارف ان بودي الارقام في طرف والرموز في طرف، بس خلي بالك كل اللي هنا ده رموز يا ماجد. هتتعامل ازاي بقى؟ ركز معايا. هنجمع كل حاجه مع اللي شبهها زي اللي انا قلت لك. فين الكاف تربيع اهي، في كام واحده زيها؟ ادي كاف تربيع وكاف تربيع اهي. فالتلاتة على 2 كاف تربيع اجمعها على نص كاف تربيع، تروح تجمعها على الاله الحاسبه، اجمع 3 على 2 زائد نص، هتطلع لك كام؟ هتطلع لك واحد. لا مش هتطلع لك واحد، 3 على 2 زائد نص يبقى 4 على 2، هطلع لك 4 على 2 كاف تربيع، طلع لك 4 على 2 كاف تربيع زائد كافات تربيع خلاص جمعتها، في تلت كاف زائد 2 على 3 كاف اللي هي تطلع لك 3 على 3 كاف اللي هي كاف واحده.
روح اعمل على الاله الحاسبه تلت زائد 2 على 3 وشوف هتطلع كام، مالكش دعوه بحل انا، تمام؟ انا بحل من دماغي انا، مالكش دعوه. زائد كاف، كل ده بيساوي 1. 4 على 2 دي اللي هي بكام؟ ب 2 صح؟ فدي هي المعادله معايا 2 كاف تربيع زائد كاف بيساوي 1. احلها ازاي برضه يا ماجد؟ ما بعرفش. بص، هو في طرق لتحليلها على الاله الحاسبه، فالاسهل ليك ان انت تروح حللها على الاله الحاسبه. بس انت حابب تبقى فاهم، تعال اقول لك دي بتتحل ازاي. اولا دي معادله اسمها معادله تربيعيه. طب المعادله التربيعيه دي بتتحل ازاي؟ بتبقى لازما في ثلاث اطراف او فيها ثلاث حدود، فالواحد ده لازم اعديه بعكس الاشاره فيبقى ناقص 1 بيساوي صفر. المعادله دي كنت بحللها ازاي؟ بقول له قوسين اهو، بقول له قوس كبير كده وبعمل مقص، بقول له الاثنين كاف تربيع دي عباره عن كام في كام؟ عباره عن 2 كاف في كاف. طيب الواحد ده، السالب واحد ده عباره عن كام؟ عباره عن 1 في سالب 1. ما هو السالب واحد ده عباره عن كام؟ تقول لي سالب واحد في سالب واحد، السالب هيطير السالب هيبقى واحد. طب واحد في واحد بواحد، هي معاك هنا كام؟ سالب واحد. فالسالب واحد ده عباره عن واحد في سالب واحد، فانا هجرب. انا كل اللي انا عايزه دي موجب، يبقى الاثنين هياخدوا اشاره الوسط. دي موجب، يبقى الاثنين هياخدوا اشاره الوسط، يبقى الاثنين بالسالب. فانا هجرب. 2 كاف ناقص 1 وكاف، بنعمل ايه بقى؟ بنعمل مقص، بنضرب دي في دي ونضرب دي في دي. 2 كاف في سالب 1 بسالب 2 كاف. 1 في كاف، 1 في كاف بكاف. سالب 2 كاف زائد كاف، طلعت لي الموجب كاف اللي في النص؟ لا، يبقى ابدل بينهم. يبقى اخلي الواحد فوق والسالب واحد تحت. لا، اخلي الواحد فوق، السالب واحد هو اللي فوق والواحد تحت. 2 كاف 2 كاف في واحد ب 2 كاف. سالب واحد في كاف بسالب كاف. فيطلع لي 2 كاف ناقص كاف، هتطلع لي كاف. فانا قلت له ايه دلوقتي؟ عددين حاصل ضربهم واحد ومجموعهم كاف، اللي هم ايه؟ سالب واحد والواحد. اللي انا بعملها ازاي بقى؟ هما دول القوسين اهو، يبقى ده القوس الاولاني وده القوس الثاني. فهتطلع معايا 2 كاف ناقص واحد ناقص واحد بيساوي الصفر، وكاف زائد واحد بيساوي الصفر. تمام. 2 كاف ناقص واحد بيساوي الصفر، يبقى الكاف بيساوي 2 كاف بيساوي واحد، ودينا الواحد بعكس الاشاره. الكاف زائد واحد بيساوي صفر، يبقى الكاف بيساوي سالب واحد، انا اودي الواحد بعكس الاشاره. دي مرفوضه. ليه؟ بيقول لك الكاف بيساوي سالب واحد. سالب يعني ايه؟ يعني الارقام اللي هنا كلها تطلع سالب. انا مش قايل لك من شروطه انه ما ينفعش يبقى في رقم سالب؟ فالسالب مرفوض، مفيش حاجه اسمها تحط هنا عدد سالب. فما ينفعش يبقى بالسالب واحد، عشان لما اضرب السالب واحد في سالب 3 على 2 هيطلع لي سالب 3 على 2. تمام؟ لما اضرب السالب واحد في تلت هيطلع لي سالب تلت، فما ينفعش. فبقول له والله السالب واحد مرفوض. يبقى عندي الاثنين كاف بيساوي واحد، يبقى الكاف بيساوي نص. مالكش دعوه بكل اللي انا عملته، روح اعملها على الاله الحاسبه، دي طرق تحليل انت المفروض تتعلمها. بس روح اعملها على الاله الحاسبه، لان انت هتتلخبط فيها حتى لو عملتها بدماغك، لان الطريقه دي رخمه. فالكاف هتطلع معايا بيساوي كام؟ بيساوي نص. جبت الكاف بيساوي نص، تعال بقى نروح نعوض. شيل دي وحط نص. جبت الكاف بيساوي نص صح؟ شيل دي وحط نص تربيع، اللي هي كام؟ هيطلع بربع. نص تربيع بربع. مالكش دعوه، روح اعمل على الاله الحاسبه. شيل دي وحط نص. شيل دي وحط نص. شيل دي وحط نص تربيع اللي هي بربع. وتروح تعمل ده كله على الاله الحاسبه. 3 ونص في ربع، هي دي هتطلع معاك. لا، انا هتلخبط فيهم. روح اعمل دي كلها على الاله الحاسبه، اضرب 3 على 2 في ربع وتلت في، هتطلع كل الارقام اللي تحت. من الاخر هي دي الفكره كلها، ان هو بيجيب لك رموز في الصف التحتاني. الصف التحتاني انا عارف ان ده مجموع الاحتمالات اللي مجموعهم بواحد، فيهم شرطين ما ينفعش استغنى عنهم. الشرط الاول ان مجموع الاحتمالات اللي تحت كلها بواحد. الشرط الثاني ان اللهم صل على سيدنا محمد، اي رقم بيبقى موجب، لان دي احتمالات ومفيش احتمال بالسالب. طيب، تعال نخش على المساله دي او الفكره دي. بيقول لك في تجربه القاء قطعه نقود 3 مرات متتاليه، اوجد مدى المتغير العشوائي الذي يعبر عن عدد الصوره ناقص عدد الكتابه، ثم اكتب التوزيع الاحتمالي له. ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا دي واخدها في الباب اللي فات وعارف بعملها ازاي. الشجره بتاع القاء العمله المعدنيه كنت بعمل ازاي؟ القاء عمله معدنيه 3 مرات. اول حاجه العمله اهي ارميها مره واحده يلا، فتطلع لي المره الاولى صوره، المره الثانيه كتاب. لو طلعت المره الاولى صوره هرميها مره ثانيه، فتطلع لي يا اما صوره يا اما كتاب. لو طلعت المره الاولى كتابه هرميها مره ثانيه، فهتطلع لي يا اما صوره
يا اما كتاب. هو قال لك 3 مرات صح؟ انا كده رميتها لحد دلوقتي مرتين. تعال نرميها الثالثه. لو رميتها المره الثانيه طلعت لي صوره، فهتطلع لي هنا يا اما صوره يا اما كتاب. لو رميتها المره الثانيه وطلعت لي كتابه، فهتطلع لي هنا يا اما صوره يا اما كتاب. وهنا هتطلع لي يا اما صوره يا اما كتابه. وهنا هتطلع لي يا اما صوره يا اما كتابه. دي الشجره اللي انا عارفها ان هي القي عمله معدنيه 3 مرات. طب تعالى نكتب فضاء العينه كده. فضاء العينه كنا بنكتبه ازاي؟ نشوف عدد ايه اللي طلع في ال3 مرات. اول حاجه صوره صوره صوره، فصوره صوره صوره. كده خلصنا من دي. تاني حاجه صوره صوره كتاب، صوره صوره كتاب. خلصنا من دي. تاني حاجه صوره كتابه صوره، صوره كتابه صوره. خلصنا من دي. صورة كتابة كتاب، صورة كتابة كتاب. خلصنا من دي. كتابة صورة صورة، كتابة صورة صورة. خلصنا من دي. كتابة صورة كتابة، كتابة صورة كتابة. خلصنا من دي. كتابة كتابة صورة. تعال نعملها هنا. كتابة كتابة صورة. خلصنا من دي. كتابة كتابة كتاب، كتابة كتابة كتاب. دي انا مش هشرح لك حصلت ازاي كتير يعني، لان دي المفروض في الباب اللي فات وانت واخدها الباب اللي فات. لو عايزين ننزل لكم فيديو شرح الباب اللي فات كله في فيديو واحد يعني، يا ريت تقولوا لنا في الكومنت. بص يا عم، اول حاجه انا عايز اعرف كل دول كام احتمال. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. عايز اتاكد ان انا صح. هي عباره عن ايه؟ ن اس ف. ن اللي هي عدد عدد الاوجه اللي هي 2 اس ف، اللي هي عدد مرات الالقاء. انا هرميها كام مره؟ 3. ف 2 اس 3 ب 8. يبقى انا كده حل صح. المفروض دي برضو انت عارفها من الباب اللي فات. طيب انا كده طلعت 8. انا عايز اجيب الارقام اللي هحطها في الجدول اللي هيكتب لي بيه، اللي هكتب بيه جدول ثم اكتب التوزيع الاحتمالي، اللي هو انا عايز اجيب الجدول بتاع التوزيع الاحتمالي. هو بيقول لك اوجد مدى المتغير العشوائي. المدى ده اللي هو ايه يا ماجد؟ اللي هو اللي فوق ده اهو، ده المدى صح؟ المدى ده عباره عن ايه؟ عن علاقه عدد الصور ناقص عدد الكتابه. يعني تيجي على كل فضاء هنا من دول تجيب لي فيه عدد الصور ناقص عدد الكتابه، هو ده اللي هيبقى المدى بتاعك. تعال نجرب. اول حاجه هنا عدد الصور كام؟ 3 ناقص عدد الكتابه 0، يبقى الاولى دي طلعت ب3. طب هنا عدد الصور كام؟ 3 بر 2. طب عدد الكتابه كام؟ 1، يبقى دي هتطلع 1. طب هنا عدد الصور كام؟ 2 ناقص عدد الكتابه كام؟ 1، يبقى دي هتطلع 1. طب هنا عدد الصور كام؟ 1 ناقص عدد الكتابات كام؟ 2، هتطلع -1. خلي بالك يا اسطى، عدد الصور ناقص عدد الكتابه، انا عكست هتطلع لك ناتج تاني. تمام؟ عدد الصور ناقص عدد الكتابه. طيب هنا عدد الصور كام؟ 2، عدد الكتابه 1، يبقى تطلع لي 1. هنا عدد الصور كام؟ 1 ناقص عدد الكتابه 2، هتطلع لي -1. هنا عدد الكتاب عدد الصور كام؟ 1 ناقص عدد الكتابة 2، فتطلع لي -1. هنا عدد الصور كام؟ 0 ناقص عدد الكتابة 3. واحد هيقول لي 3 وده حتة غبي، 0 ناقص 3 -3، فدي هتطلع -3. طيب هو بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الارقام اللي انت طلعتها دلوقتي ده اللي هي عباره عن عدد الصور ناقص عدد الكتابه هي المدى. هو القانون ده بيعبر عن المدى. المدى ده اللي هو ايه؟ اللي هو كان اللي فوق صح؟ كان الجزء اللي فوق في الجدول اللي هي داله السين ر، اللي هو كان عباره عن دال عن س ر، وكان تحت داله السين ر. المدى فين؟ المدى هو اللي فوق ده. طب تعالى نشوف المدى ده عباره عن ايه. طلع 3 1 1 -1 1 -1 -1 -3. واحد شاطر وفاكر الباب اللي فات قال لي خلي بالك انا ملاحظ ان في ارقام متكرره. قلت له ايوه هنعمل ايه؟ قال لي ما ينفعش تاخد ارقام متكرره، لان انت قايل لي ان دي مجموعه منتهيه، وانا قايل لك في الاول خالص وانا بشرح لك الفرق بين المجموعه والفتره ما ينفعش اكرر في المجموعه ارقام، ما ينفعش اكرر في المجموعه ارقام. فانا هاخد من كل حاجه متكرره حاجه واحده. اول رقم معايا الثلاثه، في منه؟ لا، حط 3. تاني حاجه الواحد، في منه كام واحد؟ في منه كتير، مش هتدور بقى في منه كام، هاخد منه واحد بس.
السالب واحد في منه كتير، هاخد منه واحد بس. في حاجة تانية غير السالب واحد؟ لا. السالب 3 هاخد السالب 3. طب يا ماجد انا لحد دلوقتي فاهم، انت عملت ايه؟ فكل اللي انت عملته ان انت عملت الشجره وجبت فضاء العينه. بعد ما جبت فضاء العينه هو قال لي المدى بتاعك اللي هي العناصر اللي فوق هي عباره عن عدد الصور ناقص عدد الكتابه. فجيت على كل فضاء من اللي انت جبته، او جيت على كل حاجه من اللي انت جبتها، جبت عدد الصور ناقص عدد الكتابه. بشوف في عدد صور كام وعدد الكتابه كام واطرح، وهو اللي هيطلع ده، الارقام اللي هتطلع لي دي هي المدى. لقيت منها حاجات كتير ما كررتش ارقام، كتبت كل حاجه مره واحده. كلام جميل، ولحد دلوقتي الكلام لذيذ خالص. اجيب بقى اللي تحت ده منين يا ماجد؟ هو اقرا افتكر كده اللي تحت ده قايل لك اسمه ايه لما كنت بقول لك الجدول اللي هنا اللي تحت ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الاحتمالات اللي كانت بتساوي واحد، صح؟ فهي اسمها مجموع الاحتمالات. يعني ده احتمال وده احتمال وده احتمال وده احتمال. بجيبه ازاي بقى؟ بقول له والله العظيم احتمال الثلاثه كام؟ الباب اللي فات احنا كنا بنجيب الاحتمال ازاي؟ لو ألقي حجر نرد مرة واحدة، احتمال ظهور العدد 7 كان كام؟ 1/7. يبقى 1 على عدد كل النواتج اللي ممكن تطلع، ما هو ممكن يطلع 7 أوجه، صح؟ فهي 1/7، صح؟ فهو احتمال ظهور العدد 3 هو 1 على كل النواتج اللي ممكن تطلع. هما كام ناتج؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فاحتمال ظهور العدد 3 هو 1 على الثمانية، يبقى 8. طب احتمال ظهور العدد واحد، الواحد فيه منه كام مرة؟ ادي 1 2 3، الواحد ظهر 3 مرات، يبقى احتمال ظهور العدد واحد هو 3 على الكل اللي هو الثمانية. طب احتمال ظهور العدد سالب واحد، سالب واحد ظهر كام مرة؟ دي ظهر مرة، الثانية، الثالثة، ظهر 3 مرات من أصل 8. احتمال ظهور العدد سالب 3، سالب 3 ظهر كام مرة؟ مرة واحدة هي اهو، يبقى 1 من 8. عايز اتأكد ان انا صح يا ماجد، انا مش متأكد. روح اجمع اللي تحت، لازم يطلعوا بواحد. 1 على 8 زائد 3 على 8 زائد 3 على 8 زائد 8 هتطلع معاك ب 8 على 8 اللي هي بيساوي 1. كلام جميل. انا عملت ايه دلوقتي؟ اللي انا عملته بالراحه، ان دي مساله من الباب اللي فات. الباب اللي فات كنت بعرف اعمل الشجره دي، القيها 3 مرات عملتها 3 مرات، وبعدين كتبت فضاء العينه بتاعها اللي هي صوره 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 كتابه كتابه، بفضل ماشي فيها. ودي حاجه من الباب اللي فات مش هقعد اشرح فيها دلوقتي. وبعد ما جبت بيديلي القانون اللي هجيب منه المدى، عدد الصور ناقص عدد الكتاب. فجيت على كل فضاء عينه طلعته، عملت عدد الصور ناقص عدد الكتاب، طلع لي شويه ارقام. شويه الارقام دي لقيت منها حاجات متكرره، انا عايز المدى اللي هي مجموعه منتهيه ما ينفعش اكرر فيه حاجه، فما كتبتش حاجه متكرره فيه. بعد ما كتبتش حاجه متكرره، قمت منزل ايه اللي قمت كتبت كل الارقام. طب انا عايز اجيب الاحتمالات بتاعتهم، هو ده اصلا فضاء عينه، فانا عايز اجيب احتمال مثلا ظهور الثلاثه، اشوف الثلاثه ظهرت كام مره في كلهم. فالثلاثه ظهرت مره واحده، فهي عباره عن واحد من 8 احتمالات او 8 مرات ظهور. طب الواحد ظهر 3 مرات، فعباره عن 3 من 8. كل الكلام ده انت واخده في الباب اللي فات. دي كل الحركات اللي بيجي يلعب لك عليها، هي الحته دي بالذات، الحتتين دول اللي انت هتكون عارف ان المجموع اللي تحت بيساوي واحد، وان ما ينفعش تحت يبقى عدد سالب، عشان كده رفضنا السالب واحد هنا. هنمسح ده ونكتب مسائل ان شاء الله ونحل معاه. نيجي يا حبيب قلبي الفكرتين عندنا دول. اول فكرتين، الفكره الاولانيه دي الفكره العاديه خالص، اللي هو اللي بيديك الجدول، طلب منك ان انت تعمل الجدول الثاني وتجيب كل حاجه. طب هو طالب هنا ايه؟ طالب معامل الاختلاف. لو انت فاكر انا قلت لك ان معامل الاختلاف ده بيخليني اجيب كل حاجه. ليه؟ لان اول قانون عندنا كان قانون الميو، اللي هو اسمه المتوقع، اللي هو اسمه الوسط الحسابي، اللي هو اسمه الوسيط. الميو ده كان قانونه ايه؟ والله العظيم كان قانون الميو عباره عن مجموع س ر في دالة الس ر، اللي كنا بنقول ده مجموع العمود الثالث. العمود الثالث هو ده مجموع. نيجي بعدها كان السيجما تربيع. السيجما تربيع دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها التباين. طيب انا ليه بجيب الميو اول حاجه؟ لان قانون التباين فيه ميو، وهنشوف اهو. كان قانون السيجما تربيع هو مجموع س ر تربيع مضروبه في داله الس ر، وده كنا اللي بنقول عليه مجموع العمود الرابع ناقص الميو تربيع. فانا بحتاج الميو هنا ليه؟ الميو اللي هتطلع هنا بحطها هنا في القانون تربيع. فالعمود ده او القانون ده كنا بنقول عليه ان هو العمود الرابع ناقص تربيع العمود الثالث. يعني ايه تربيع العمود الثالث؟ ما الميو هي العمود الثالث، فلما ربع العمود الثالث، مجموع العمود الثالث لما ربعه واطرحه من هنا هيدي لي السيجما تربيع.
نيجي بعدها كان حاجه اسمها السيجما. السيجما دي كانت اللي هي ايه؟ كانت الانحراف المعياري. الانحراف المعياري دي كنا قلنا ان السيجما هي عباره عن ايه؟ جذر السيجما تربيع. فالانحراف المعياري هو كان عباره عن ايه؟ جذر التباين. هي دي التباين. كان اخر حاجه عندنا معامل الاختلاف اللي هو عايزه قانون معامل الاختلاف. ايه يا عم ماجد؟ قانون معامل الاختلاف كان سيجما على ميو مضروبه في المية، وكنا بنقول دي نسبه مئويه. دي القانون عندنا. طيب ليه بقى انا عشان اجيب معامل الاختلاف هجيب كل دول؟ لان بسم الله الرحمن الرحيم انت عشان تجيب السيجما انت لازم اول حاجه عشان تجيب السيجما تربيع لازم تجيب الميو، لان قانون السيجما تربيع في ميو. طب عشان اجيب السيجما لازم اجيب السيجما تربيع، لان السيجما عباره عن جذر السيجما تربيع. طب عشان اجيب معامل الاختلاف محتاج السيجما والميو، يبقى لازم اجيب كله. تمام. كنت قلت لك بنعمل جدول مكون من 4 خانات. الجدول ده كان الغرض منه ايه يا ماجد؟ كان الغرض منه التقديم على القوانين، ان انا اعرف اجيب منه القوانين. الجدول ده كنا قلنا 4 خانات. فكرني كده معلش، الخانه الاولى ايه؟ قلت لي الخانه الاولى هو اول صف هنا اللي هي الس ر، والخانه الثانيه كان ثاني صف هنا اللي هي داله الس ر. طب انا محتاج ايه في القانون؟ محتاج اول حاجه مجموع الس ر مضروب في داله الس ر. محتاج مجموعهم. فانا اول خانه هعملها هنا مجموع س ر مضروب في داله الس ر. طب ايه اللي انا محتاجه هنا تاني؟ مجموع س ر تربيع مضروب في داله الس ر تربيع. فمجموع س ر تربيع مضروب في داله الس ر. بنعملهم ازاي؟ تعالى بس ننقل الس ر هنا وداله الس ر هنا ونشوف. الس ر كانت معايا بكام؟ خلينا نكتب بقلم تاني. الس ر كانت معايا بكام؟ كانت معايا بصفر، 1 2 3. طب وداله الس ر كانت بتمن و3 على 8 و3 على 8 وتمن. كده انا كتبت اول جدولين او اول صف اول عمودين اسف. مجموع الس ر في داله الس ر يعني ايه؟ انا اسف المجموع مش هنكتبها هنا لان انا المجموع هجيبه تحت، فاللي هنا ده يبقى الس ر في داله الس ر، وفي الاخر هجيب مجموعهم هما الاثنين تحت. تمام. س ر في داله الس ر اضرب الس ر في داله الس ر، صفر في تمن بصفر، 1 على 8 في 3 على 8 ب 3 على 8، 2 على 2 في 3 على 8 هيطلع معاك 6 على 8 اللي هي هتطلع معاك 3 على 4. 3 في 1 على 8 هتطلع معاك 3 على 8. تعالى بقى جبنا دي اللي هنا ده بيقول لك ايه؟ الس ر تربيع مضروبه في داله الس ر. الس ر تربيع مضروبه في داله الس ر، يعني خد كل عنصر من هنا ربعه واضربه هنا. صفر تربيع بصفر في تمن بصفر. 1 تربيع بواحد في 3 على 8 ب 3 على 8. 2 تربيع ب4 في 3 على 8 هتطلع 12 على 8 اللي هي هتطلع معايا 3 على 4. لا مش 3 على 4. 4 في 3 على 8 3 في 4 ب 12 على 4 في 3 على 4 3 على 2. 3 في 3 تربيع ب 9. 9 في 1 على 8 هتطلع معايا 9 على 8. كده جبت كل دول. انا محتاج بعمل الجدول ده كله ليه اصلا؟ عشان اجيب مجموع س ر في داله س ر ومجموع س ر تربيع في داله س ر تربيع اللي انا محتاجهم في القانون ده والقانون ده. طيب تعالى نجمعهم، هنروح نجمعهم على الاله الحاسبه عشان انا لسه صاحي ومخي عطلان. 0 زائد 3 على 8 زائد 3 على 4 زائد 3 على 8. فدي هتطلع معاك المجموع دي 3 على 2. انا بكتب بالانجليزي. المجموع ديت 3 على 2. طيب تعالى نجمع العمود ده. 0 زائد 3 على 8 زائد 3 على 2 زائد 9 على 8 هتطلع معايا 3. برضه انا بكتب بالانجليزي I'm so sorry.
كده انا جبت مجموع الس ر في دالة س ر ومجموع الس ر تربيع في دالة س ر تربيع. تعالى بقى نجيب كل حاجة بالقانون. اول حاجة عندي عايزين نجيبها هي الميو. الميو عبارة عن ايه يا جماعة؟ الميو مش محتاج اكتب قانون، الميو هي مجموع الس ر في دالة س ر اللي هو مجموع العمود الثالث اللي انا جبته ب3 على 2. فالميو هتطلع معايا بكام؟ ب3 على 2. جبنا الميو. طب السيجما تربيع كانت عبارة عن ايه؟ السيجما تربيع اللي هو التباين هي مجموع الس ر في دالة س ر اللي هو مجموع العمود الرابع ناقص تربيع الميو اللي هي تربيع الثالث. فاقول له مجموع العمود الرابع اللي هو 3 ناقص تربيع العمود الثالث، العمود الثالث اللي انا جبته ب3 على 2 ناقص 3 على 2 الكل تربيع. دي هتطلع ب9 على 4. دي هتطلع ب9 على 4. هنروح نعملها على الآلة الحاسبة. هتطلع معايا ب3 على 4. كده جبت السيجما تربيع. طيب انا عايز اجيب السيجما جذر السيجما تربيع. هيبقى السيجما عبارة عن كام؟ السيجما هتبقى عبارة عن جذر 3 على 4. جذر 3 على 4 واروح اعملها على الآلة الحاسبة. جذر 3 على 4 تطلع معايا بجذر 3 على 2. جذر 3 على 2 الجذر على 3 بس مش على 2. اخر حاجة انا عايز اجيبها واللي هو طالبها مني اللي هي معامل الاختلاف عبارة عن ايه؟ عبارة عن السيجما اللي هي جذر 3 على 2 على الميو اللي هي ب3 على 2. مقام المقام بسط فالاتنين هتتضرب فوق فالاتنين هتطير مع الاتنين فهيبقى جذر 3 على 3 مضروبة في المية. تعالوا نروح نعملها على الآلة الحاسبة كده. هتطلع معايا 57 و37 أو 73 ما علينا من 100. أنا كده جبت أول مسألة. المسألة دي مسألة سهلة في الغالب مش هيجي زيها أصلا. هي دي مسألة تعويض مباشر، هو اللي بيديك الجدول وبعدين أنت بتعوض في كل القوانين دي. طب هنا هو مش مديلي جدول، محتاج مني أكون الجدول. بكونه إزاي؟ صلي بينا على النبي بقى وركز معايا. بيقول لك إذا كان س متغير عشوائي متقطع ودالة توزيعه الاحتمالي تحدد بالعلاقة د س دالة س بيساوي ك زائد 2 س على 24 حيث س المجموعة المنتهية 0 و1 و2 و3. دي ايه؟ لو انت فاكر المجموعة المنتهية يبقى ده المدى، يبقى ده عناصر الصف الأولاني اللي هو الس ر. أنا عايز قيمة ك المتوقع ده اللي هو ايه؟ اللي هو الميو. وعايز التباين دي اللي هي ايه؟ اللي هي السيجما تربيع. هو مديلي دي، مش مديلي أي حاجة ولا مديلي جدول ولا أي حاجة، ومحتاج مني إن أنا ايه؟ أكون. أنا أول حاجة هو مديلي المدى. العلاقة دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن علاقة يا دي دالة الس ر، دي علاقة دالة الس ر، وهو مديلي الس ر، فأنا هجيب كل دال س ر لس ر من دول. يعني ايه؟ يعني والله العظيم أنا عارف إن المدى بتاع السين هو 0 و1 و2 و3 ومديلي العلاقة اللي تجيب منها دالة الس ر. هاخد السين دي عناصر السين، هاخد الصفر مرة أعوض بيه هنا والناتج اللي يطلع يبقى هو دالة الس ر للصفر. اخد الواحد مرة أعوض بيه هنا والناتج اللي يطلع يبقى هو دالة الس ر للواحد. ازاي؟ تعال نجرب. اول حاجه بيقول لك د س، العلاقه اهي د س بيساوي ك زائد 2 س على 24. انا عايز اجيب داله الصفر وداله الواحد وداله الاثنين وداله الثلاثه عشان اعمل الجدول. ما انا الجدول معايا العناصر اللي فوق، محتاج داله س ر، فانا محتاج داله الصفر اللي هتتكتب تحته وداله الواحد اللي هيتكتب تحته وداله الاثنين اللي هيتكتب تحته وداله الثلاثه اللي هيتكتب تحته. فتعالى اقول له هجيب داله الصفر
ودالة الواحد ودالة الاتنين ودالة التلاتة. يلا نعوض عن كل حاجة. عوض عن السين، شيل السين وحطه بصفر، مالكش دعوة بالكاف، فهتبقى كاف. تعال نكتب بقلم تاني. فهتبقى كاف زائد 2 في صفر بصفر، فهيبقى كاف على 24. تمام. عوض عن السين بواحد، كاف زائد 2 في 1 ب2 على 24. عوض عن السين ب2، شيل السين وحط 2. كاف زائد، شيل السين بحط 2، يبقى 2 في 2 ب4 على 24. عوض عن السين دالة التلاتة. عوض عن السين ب3، فهتبقى كاف زائد 2 في 3 ب6 على 24. كده جبت دالة الصفر ودالة الواحد ودالة الاثنين ودالة التلاتة. برضه يا ماجد هما مش ارقام، انا كده جبت علاقه كل واحده بالرقم بتاعها، بس انا لسه معايا كاف. قلت لك هما دول هيبقوا ايه؟ قلت لي الصف اللي تحت. قلت لك طب ومجموع الصف اللي تحت كنا قلنا عليه بكام؟ بواحد. يبقى اخد دول كلهم اساويهم بالواحد، هجيب قيمه كاف واحدد بقى كل واحده هتبقى ايه، صح؟ فانا عرفت خلاص ان كل دول هم عباره عن مجموع الصف الثاني، فكل دول بيساووا واحد، فاخدهم ساويهم بالواحد، فيبقى كاف على 24 زائد كاف زائد 2 على 24 زائد كاف زائد 4 على 24 زائد كاف زائد 6 على 24. كل ده بيساوي واحد. انا عارف ان خدتها حاجه كده وانت صغير، قلت لك لو عايز 2 نص زائد 3 على 2، قلنا لو المقام واحد خد مقام واحد منهم واجمع البسط فيبقى 4 على 2. ما فهمتش؟ تعال نشوف واحده تانية. لو قلت لك 6 على 4 زائد 4 على 4، قلنا المقام واحد، خد مقام واحد منهم، بدل المقامات موحده هتجمع وتطرح عادي. فستة خدت مقام واحد، و6 زائد 4 10، يبقى دي 10 على 4. فايه اللي حاصل هنا؟ ان كلهم مقاماتهم 24، فخد مقام واحد 24 واجمع كل اللي فوق. كاف زائد كاف زائد 2 زائد كاف زائد 4 زائد كاف زائد 6، كل ده بيساوي واحد. اجمع الكافات كده كلها، ادي كاف وكاف وكاف وكاف، ادي 4 كاف، يبقى معايا 4 كاف زائد، اجمع الارقام 2 و4 و6، 2 و4 6 6 و6 12، يبقى 4 كاف زائد 12 على 24، كل ده بيساوي واحد. انا عايز اجيب الكاف، اعمل طرفين في وسطين. هتعمل دي طرفين في وسطين، انت المفروض الكلام ده كله تبقى عارفه، فلو انت قاعد متفاجئ انا بعمل ايه فانت في مشكله في الاساسيات. فانت المفروض الكلام ده كله تبقى عارفه. الواحد المفروض مقامه واحد، فبعمل طرفين في وسطين، فيبقى 4 كاف زائد 12 بيساوي 24 في واحد اللي هي بتساوي 24. فهيبقى 4 كاف بيساوي 24، وعدل 12 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره ناقص 12، فهيبقى 4 كاف بيساوي 24 ناقص 12 بكام؟ ب 12. 4 كاف بيساوي 12. رقم جنب الكاف اقسم عليه، هقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى الكاف بيساوي 12 على 4 بيساوي 3. جبت قيمه الكاف، اروح اعوض في كل واحده من دول على قيمه الكاف بتاعتها. اول حاجه وعايز قيمه الكاف، اقول له والله قيمه الكاف 3. جبت قيمه الكاف اهو. روح بقى اعوض في كل واحده من دول بقيمه الكاف، في كل واحده من اللي فوق دول بقيمه الكاف. يلا، دي قيمه الكاف ب3، عوض عن الكاف ب3 فيبقى دي 3 على 24. عوض عن الكاف ب3 فيبقى دي 3 زائد 2 ب5 على 24. عوض عن الكاف ب3 فيبقى ديت 3 زائد 4 7 على 24. عوض عن الكاف ب3 فيبقى دي 3 زائد 6 تبقى 9 على 24. طب انا عايز اتاكد ان دول صح، اجمع دول كلهم لازم يطلعوا بواحد. 3 و5 موضوع مقامهم واحد، فاجمع اللي فوق بس. 3 و5 8، 8 و7 15، 15 و9 24، هيبقى 24 على 24 اللي هي بواحد، يبقى احنا كده صح. انا كده معايا اللي تحت واللي فوق. تعالى يلا نعمل الجدول. الجدول بتاعنا كان عباره عن ايه؟ الجدول كان فيه فوق س ر ودالة الس ر، عناصر الس ر اللي هو المدى بصفر وواحد واثنين وثلاثة. طيب دالة الس ر والله عند السين بصفر يبقى ب3 على 24. اتعلم بقى، شوف بتقراها ازاي عشان ما تتلخبطش. عند السين بواحد يبقى 5 على 24.
عند السين باتنين يبقى 7/24. عند السين بتلاتة يبقى 9/24. انا كده جبت عملت الجدول اللي انا محتاج اجيب منه القوانين، مش محتاج الكلام ده خلاص، وجبت له قيمه الكاف. اول حاجه هو عايز المتوقع والتباين، يبقى انا هجيب المتوقع والتباين بس، مش محتاج اجيب لا الانحراف ولا معامل الاختلاف. انا عايز اجيب المتوقع ده اللي هو ايه يا ماجد؟ اللي هو المتوسط، اللي هو ايه يا ماجد؟ اللي هو الوسيط، اللي هو ايه يا ماجد؟ اللي هو الميو. فانا عايز اجيب المتوقع اللي هو الميو اهو. قانون الميو كان ايه؟ داله مجموع س ر في داله مضروبه في داله الس ر. مجموع س ر بكام؟ وداله الس ر ده اللي هنجيبه من الجدول اللي هنعمله. طيب تعالى نعمل الجدول ونشوف كان فيه ايه. الجدول كان فيه اول حاجه، تاني حاجه، وتالت ورابع حاجه. الجدول كان فيه اول حاجه يا كابتن، اول حاجه كانت في الجدول هي الس ر. طب وتاني حاجه كانت في الجدول هي داله الس ر. طب وتالت حاجه كان في الجدول هي الس ر بضربها في داله الس ر. طب ورابع حاجه كانت في الجدول هي الس ر تربيع مضروبه في داله الس ر. وكل ده عشان اجيب مجموع الس ر وداله الس ر. كلام جميل. تعالى نملى الجدول. الس ر عناصره بكام؟ هنشوف قلم تاني اهو. الس ر عناصره بصفر وواحد واثنين وتلاتة، ودالة الس ر 3/24، 5/24، 7/24، 9/24. الس ر مضروبة في دالة الس ر، اضرب دي في دي. صفر في 3/24 بصفر، واحد في 5/24 ب5/24، 2 في 7/24 هتبقى 14/24 اللي هي فيها 7/12. 3 في 9/24 هتطلع معايا تقريبا 9/8 تقريبا، يعني انا هتأكد من الآلة الحاسبة برضه ثواني. هتطلع معايا فعلا ب9/8. واتنين في، انا اسف بس يا جماعة بس لسه صاحي، ان انا احسب صح دي بيبقى فيها مشاكل. ودي 7/12، يبقى احنا كده صح. كده جبنا العمود الاولاني اللي انا بحتاجه في الميو، فانا اقدر اجيب الميو دلوقتي مفيش مشكله. فاضل العمود الثاني ده اللي انا هحتاجه في التباين، اللي هو العمود الرابع اللي هو الس ر تربيع في داله الس ر. طيب الس ر تربيع في داله الس ر اللي هو ايه؟ ربع ده واضربه في ده، ربع ده واضربه في ده، ربع ده واضربه في ده، ربع ده واضربه في ده. صفر تربيع في 3/24 بصفر، واحد تربيع في 5/24 اللي هو واحد في 5/24 ب5/24، اتنين تربيع ب4، 4 في 7 ب28، 28/24 هنشوف اختصارها كام. هي هتطلع تقريبا 14/12، لا فيها كمان، تطلع 7/3. 3 تربيع ب9، 9 في 9 ب81، 81/24، 81/24 هتطلع معايا 27/8. انا عايز اجمع دول، اجيب مجموع ده واجيب مجموع ده عشان استخدمهم في القوانين. اجمع دول فيبقى 0 زائد 5/24، 5/24 زائد 7/12 زائد 9/8 اللي هي هتطلع معايا 23/12. طب ونجمع العمود التاني اللي هو 5/24 زائد 7/3 زائد 27/5، ولا 27/8، 27/8، فتطلع معايا 71/12. تمام كده انا جبت مجموع الاتنين اللي انا عايزهم من الجدول. تعالى بقى نجيب الميو. الميو عباره عن ايه؟ مجموع الس ر في داله الس ر اللي هو مجموع العمود الثالث. مجموع العمود الثالث انا طلعته بكام؟ ب 23، ب 23/12. فالميو هتبقى ب 23/12. ايه اللي هو عايزه تاني؟ وعايز التباين. التباين ده كان قانونه ايه؟ فكرني. التباين ده كان عباره عن مجموع الس ر تربيع مضروبه في داله الس ر، كل ده ناقص الميو تربيع. طيب مجموع الس ر تربيع في داله الس ر ده المجموع العمود الرابع، صح؟ مجموع العمود الرابع بكام؟ ب 71/12.
71 على 12 ناقص الميو تربيع اللي هي 23 على 12 تربيع، فنعملها هي 23 على 12 الكل تربيع. تطلع معايا كام؟ هنعملها على الآلة الحاسبة. 71 على 12 ناقص 23 على 12 الكل تربيع، فتطلع معايا 332 على 144. هي دي اللي هتطلع معايا التباين. كده حلينا فكرتين وقلنا لك بقيه الافكار اللي بلعب لك عليها في السبوره اللي قبل دي. لو انت بقى معلم واقف قدامك اي حاجه او عندك مشكله في اي حاجه في المسائل مثلا عايزنا نحل اكتر، اكتب لنا يعني، ده لو الفيديو انتشر يعني، لان القناه زي ما قلت لك ان هي فيها مشاكل. حابب بقى اتكلم معاك في حاجه، ان انت توفق او ما توفقش ده ملوش علاقه بان انت بتسعى او ما بتسعاش، ده ليه علاقه بصدق السعي. يعني ايه؟ في حديث انا لما سمعته من يومين وفهمته يعني اتفاجئت بيه، انا لسه سامعه قريب يعني. قبل ما اقول لك الحديث عايز اقول لك يعني ايه صدق السعي. صدق السعي ان انت بتسعى في ثانويه عامه بغرض ايه، او بتسعى في اي حاجه في حياتك بغرض ايه. هل انت بتسعى بغرض دنيوي، يعني بتسعى عشان تجيب مجموعه اعلى من ابن خالتك، بتسعى عشان تمشي يعني زي ما بيقولوا تترسم في وسط الناس، بتسعى عشان نفسك تركب عربيه حلوه، بتسعى عشان نفسك تجيب اعلى من صاحبك، اي غرض دنيوي، ولا بتسعى عشان ربنا امرك بالسعي، بتسعى عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يسالنا انا وانت عن عمرك فيما افنيته تلاقي رد، ولا بتسعى ارضاء لوالدك ووالدتك عشان ربنا امرك ببرهم. يعني الفرق بين الاولاني والتاني ان الاولاني سعي دنيوي هو بيسعى الغرض في الدنيا، والتاني سعي اخره بيسعى للاخره. ازاي او ايه الفرق بينهم؟ اللي بيسعى سعي دنيوي هو في الغالب مش هيوفق. طب واللي بيسعى سعي للاخره آه ربنا هيكرمه حتى لو هو مجهوده اقل من التاني. وده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لنا، والحديث ده لما سمعته والله العظيم اتفاجئت. الحديث ده فيه 3 حاجات وثلاث حاجات عكس بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كان همه الدنيا، اللي كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ربنا هيخلي فقره قدام عينه مش هيفرقه. وشتت عليه شمله، يعني ايه شتت عليه شمله؟ يعني اموره مش هتبقى متيسره، يعني هيبقى في مشاكل في حياته، حياته مش ماشيه حلو يعني زي ما بيقولوا. ولم ياخذ من الدنيا الا ما قدر له، ومش هياخد من الدنيا غير اللي احنا كاتبينه. طب عكسهم بقى، ومن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه، ربنا هيخلي دايما عنده غنى في قلبه، غنى في نفسه ايا كان المتاح ليه. وجمع عليه شمله، جمع عليه شمله يعني اموره متظبطه ومتيسره، زي ما بيقولوا كده الدنيا ماشيه معاه زي السكينه في الحلاوه. واتته الدنيا وهي راغبه، يعني ايه اتته الدنيا وهي راغبه؟ يعني الدنيا هتجيله ذليله، زي ما بنقول كده بالبلد يا جماعه، الدنيا هتيجي تحت رجليه. ده الفرق بين اللي بيسعى ومقصده دنيا واللي بيسعى ومقصده اخره. فسعيك مش كفايه قد ما هو صدق السعي يفرق جدا معاك. صدق السعي ونيتك في اي حاجه بتعملها مش ثانويه عامه بس، هي هتبقى مفتاح نجاح وفلاح ليك في الدنيا. ان انا ببقى بسعى ونيتي الاولى والاخيره هو ارضاء ربي، نيتي الاولى والاخيره وانا بسعى عشان اتعلم، ان انا بسعى يا رب عشان انت امرني بده، انا مؤمر ان انا مامور ان انا اعمر في الارض، انا بعد عبادتي انا مامور ان انا اكون في الارض عشان اعمر فيها. فانا بسعى عشان لما اجي اسال يوم القيامه عن عمرك فيما افنيته يبقى في رد ترد، يبقى في حاجه ثمره طيبه انت عملتها في حياتك موجوده في عمرك. فموضوع ان انت بتسعى مش كفايه قد ما يكون نيتك خالصه لله في سعيك. مفيش مشكله ان انا هسعى ونيتي اخره، بس برضه هكسب مكاسب دنيويه، مفيش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى قال لك وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، انت ليك نصيب في الدنيا خده، اتبسط وافرح في الدنيا، بس مقصدي في الاخر ان الدنيا تبقى مجرد حاجه بسيطه بالنسبه لي، انما في الاساس انا بعمل كل حاجه لغرض الاخره، بس عادي هعيش واتبسط في الدنيا مش هعيش كئيب. فهو ده المقصد يا صديقي، المقصد ان انت يبقى عندك صدق سعي لله سبحانه وتعالى، تبقى عندك صدق من جوه نفسك، انا بسعى يا رب عشان انت تكرمني، انا بسعى يا رب عشان انت امرني بده، مش بسعى يا رب عشان اغيظ صاحبتي ما تجيبش على مني، مش بسعى يا رب عشان قريبي ما يجيبش على مني. خلي دايما اي حاجه بتعملها مش الثانويه بس، مقصدك فيها مقصد لله سبحانه وتعالى مش مقصد دنيوي،
وصدقني ربنا يفتح لك ابواب الخير. كده خلصنا الدرس الاول من الباب الرابع. في الغالب احنا ممكن ننزله لك على قناه جديده لو لقينا القناه دي لسه انتشارها واقف. آه، لو انت شفت الفيديو يعني وربنا رزقك ان انت فهمت يعني، شجعونا بكومنت كلمه حلوه بتاع عشان نكمل، عشان اليوتيوب ده ممل قوي، الانتشار فيه صعب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.